فؤاد المهندس هو فنان سوري مشهور، ولد في دمشق عام 1941. بدأ مشواره الفني في التمثيل في الستينيات، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية. تخصص المهندس في الكوميديا والدراما، واستطاع أن يحقق شهرة واسعة في الوطن العربي. واشتهر بأدواره الفكاهية في المسلسلات والأفلام، حيث كان يمتلك موهبة فريدة في جعل الجمهور يضحك من خلال أدائه الرائع. ومن المسلسلات التي شارك فيها المهندس وحققت نجاحا كبيرا: بقعة ضوء، أصحاب الفلوس، وكار. كان المهندس محبوبا بين زملائه في الوسط الفني، وكانت لديه العديد من العلاقات القوية والدائمة. وفي عام 2006 توفي المهندس بعد صراع طويل مع المرض، حيث ترك خلفه إرثا فنيا حافلا وأثرا كبيرا.